يا مساء الرضا والسعادة. من عادات رمضان بقى هي ايه؟ شوية مشروبات اللي مش بنشربها غير فيه. ومشروبنا النهاردة هو العرقسوس. عارفة هتقولي لي ماليش فيه، اسمعي طيب الفيديو للآخر وأكيد هتحبيه. ما فكرتش مرة ليه اسمه عرقسوس؟ أنا لما فكرت مع نفسي مرة قلت يمكن عشان الأعشاب على شكل عرق وفيها سوس، وانت كده يعني هتحببيني فيه؟ لا لا لا، ده اعتقادي أنا وكتير زي كده. بس اكتشفت ان العرق المقصود هنا هو مش عرق النبتة، ده العرق بمعنى الأصل، وبالتالي الاسم الأساسي للنبتة هو أصل السوس. بس هو اسمه كده مفهوش سوس ولا حاجة. بص يا سيدي، أول ما نكتشف العرقسوس كان من حوالي 4000 سنة، هما البابليين وبعد كده الرومان والمصريين، وكانوا بيستخدموا منقوع نبات العرقسوس كعلاج جيد للمعدة من أي تعب أو كمان فيروس. وكانوا القدماء المصريين بيقولوا عليه شفا وخمير يا عرقسوس، علشان كان بفضل الله بيشفي ومش غالي في الفلوس. وكان العرقسوس بيعتبر مشروب ملكي في عصر الفاطميين، لحد ما الفاطميين جم مصر وانتشر المشروب بين المصريين، وبدأ يتشرب أكتر حاجة في رمضان لأنه بيروي جدا العطشان. وكانوا الأطباء المصريين بيخلطوه ببعض الأدوية علشان يقللوا طعمها المر وما تبقاش على اللسان مؤذية. أما بقى الأبحاث الحديثة فقد أثبتت بأبحاثها اللذيذة إن نبات العرقسوس بيحتوي على مادة الجليسرهيزين. المادة دي مشتقة منها مادة تانية اسمها كربون أوكسالون. واحنا مالنا بالكلام ده يا سيدي بيساعد على التئام قرحة المعدة ومفيد جدا لمرضى القولون. سبحان الله. وسؤال الحلقة، مين الشاطر اللي هيقولي أصل اسم العرقسوس؟ ودي كانت حكايتنا النهاردة. استنونا بكرة في حكاية جديدة نتمنى تبقى ليكم مفيدة، ويا رب تقضوا خلال شهر رمضان أيام وليالي سعيدة. كان معكم بسمة مجدي، أشوفكم على خير. رمضان